يا صباح الفل، يا صباح الهنا، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا نسلم مع بعض على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا عملت ايه النهارده؟ يومي بقى الجميل، ويلا نسمي الله كده مع بعض. واديكم شفتم العنوان هنعمل ايه مع بعض. ادي انا معايا كيلو مكرونه بشاميل، وادي معايا نص بانيه، ومعايا كيلو لحمه مفرومه، معايا اهو كيلو لحمه مفرومه اهي الحاجة قدامكم. بوريها لكم، دي نص لحمة مفرومة وده نص لوحده برضه، ودي نص بانيه اهو. ودي هي المكرونة، يلا نسمي الله مع بعض. دي مكرونة اقلام سايبة اهو. هنعمل معاكم احلى صينية مكرونة بشاميل واحلى رقاق، وانا اللي عاملة الرقاق في البيت. حاجة اهدى فلاحي وجميلة اهو. هنعصج اللحمة مع بعض اهو يا بنات. خلاص اهي. بشرنا عليها بصلتين كده كبار ومعلقتين سمنة اهو، هنشوحها مع بعض حلو قوي. خلاص بعمل معاكم خطوة بخطوة، والفيديو ده طويل، اتفرجوا عليه من الاول للاخر هيعجبكم وما تخرجوش منه. خلاص يلا نسلم مع بعض على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبايب قلبي اهو، لازم ايديكي في اللحمة مستمرة عشان ما نكلكعش منك، خليها كده ايه، مخرزة وجميلة عشان تدي طعم للاكل. خلاص يا حبايبي اهو، هنحط لها بقى فلفل الوان والتوابل قدامكم، هحطها واحده واحده عشان ايه، الفلفل ده بيدي طعم و... وبيدي لون كده للاطفال يحببوا في الاكل وكده اهو يا حبايبي. اهي الحاجه بقى أهو. بشرت بصلايه، تبلتها بملح وفلفل اسود عشان البانيه وركنتها على جنب. خلاص واجي معايا كيلو لبن اهو، ايه، ومية المكرونة اهي، حاطة فيها ملح ومعلقة خل عشان الحلة ما تسودش، عشان دي حلة ألمونيوم. خلاص اهي التوابل معانا، واهي البصلاية والفلفل الأسود للبانيه، وادي بهارات، ورق لورا، فلفل أسود، وكمون وشطة وبابريكا، ومرق الدجاج عشان بتدي تيست حلو أوي للحمة. خلاص يا حبايب قلبي، شايفين الجمال ده كله او سموا الله كده، وخش بقلب قوي وقلب جامد، وما تخافيش، واسبيها على الله وعلى ربنا واتكلي على الله واعملي، الدنيا تبقى معاكي جميله ومظبوطه. وادي اهو الفلفل الالوان بيدي لون كده وشكل وطعم للاكل. خلاص يا حبايب قلبي، هو لونه كده وشكله بيتحب، خلي ايه النفس ايه تبقى مفتوحه اهو يا حبايبي اهو. بعمل معاكم خطوه بخطوه اهو، ما تنسونيش بقى بالاشتراك واللايك الجميل بتاعكم ده. اهي التوابل اهي، فضيتها على اللحمه عشان اللحمه قربت تتعصج معانا وهنطفي عليها اهو. انا مش هطول عليكم في الكلام ولا هرغي كتير، هوريكم الحاجه بس ومقاديرها، ومش هتكلم معاكم كتير عشان ايه تقولوا زهقتينا، وقولوا لي بتتابعوني من اني بلد، وحابه لايكاتكم الجميله وتعليقاتكم الجميله دي، وشكرا قوي قوي على اللي بيعلقوا لي وبيكتبوا لي في الكومنتات. شكرا قوي يا حبايب قلبي، وتسلموا لي ونورتوني. وادي البهارات اهي والتوابل هنفضيها على اللحمه في الاخر اهي اهو. خلاص هنديها تقلبتين كده ونطفي عليها بقى، ونخش نعمل الكريمه. خلاص اه، طالما بتسمي الله كده وتستغفري ربنا، الدنيا هتمشي معاكي وتبقى جميله ومظبوطه، والامور هتبقى معاكي سهله، وربنا مسهل لك الطريق والحال. خلاص يا حبايبنا اهوت، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهي كده، قربت تخلص وهركنها اهو. انا بعمل لكم كل حاجه على طبيعتها، وشاركتكم معايا يومي عشان كان عيد ميلاد ابني الكبير، كل سنه وهو طيب. ربنا يوفقه في ايامه اللي جايه اهو. اهي المكرونه سلقناها اهي، يعني ما تسويهاش قوي عشان هي كده كده داخله الفرن برضه، عشان ايه ما تترش منك وتبقى ايه مش حلوه
اهو يا حبايبي. ايه بقى نخش نعمل الكريمة بتاعتنا هنعملها اهو. هنحط 3 معالق سمنة و3 معالق دقيق اهو واحط قدامكم اهي. مستنيه بس الحلة تنشف من المية اهي. بحط السمنة اهي معاكم، وهنعمل كريمة جميلة وحاجة جوزي كده وجميلة اهي. السمنة اهي يا بنات. وهنحط الدقيق، واول ما تشم ريحة الدقيق كده اللي ريحته طلعت مش يتحمر، تشم ريحته ابتدت تطلع كده، تروحي حاطه عليه اللبن خلاص. او مش لازم تحرقيه يعني ولا تحمريه الاول، عشان يبقى لونه فاتح كده وفي الكريمه شكله حلو ابيض خلاص. وهو اللبن كده كده بيفتحه خلاص يا حبايبي. اهو هنزل عليه بكيلو حليب اهو، بس بنزل واحده واحده على حسب ما ياخد بديله خلاص. في ناس بتحط على حليب وشوربه، انا عملته بلبن بس، حليب بس خلاص. او هو خلي قوامه خفيف مش تقيل، عشان ينزل في المكرونه كده من جوه، تبقى المكرونه شاربه من صوص ايه البشاميل، عشان ما يبقاش على الوش كده ويبقى ايه سايح ومش حلو اهو. كل ما يعوز بديله، بنزل عليه واحده واحده اهو. بصوا لغايه ما الكريمه تبقى ايه خفيفه وتبقى مظبوطه معانا، ولا خفيفه قوي ولا تقيله قوي. اهو المكرونه قربت تستوي وهندفع عليها اهو يا حبايبنا. اهو شايفين الجمال ده كله والحلويات ده كله، ما فيش. تسلم ايديك يا ام احمد اهوت يا حبايبي. ودايما ايديك مستمرة في التقليب عشان ما تكلكعش منك. وانا قطعت عليها زيتون، بحب احط عليها زيتون. انا قطعت عليها زيتون اهو. حلو الزيتون بيبقى طعمه جميل فيها. وكان عندي حته جبنه موتزاريلا حطيتها بس ما بانتش وانا بحطها خلاص. اهي بصوا بوريها لكم يعني سايحه ازاي وبتمط من الكريمه. نعم يا انس ماشي. شايفين هندهن السمنه ماشي يا انس. هندهن السمنه في الصينيه ماده دهنيه خلاص. وهنحط لها ايه معلقه كده صوص من الكريمه بتاعت البشاميل اهو. انا حطيت السمنه هناك اكتر بقى ايه بفردها كلها مع بعض خلاص يا حبايبي اهو. بفردها معاكم اهي. وايه هرجع ايه احط ايه صوص الكريمه معانا اهو. هنحط في القعر كده معلقتين كده صغيرين مش كبار اهو. وهنحط على المكرونه برضو معلقتين من صوص الكريمه خلاص اهو. وفيها زيتون، ده زيتون ما تخافوش اهو. وادي البانيه تبلته اهو معاكم، غسلته وتبلته اهوت يا بنات. ايوه هنزل عليها اهي. هنقفلها مع بعض قدامكم خطوة بخطوة، عشان اللي مبتدأ ده الزيتون او فيها بيبقى طعمه حلو قوي اهي. وحطينا ايه اللحمة فيها اهي خلاص. هنحط معلقتين كده صوص من البشاميل. خلاص يا حبايب قلبي اهي. انا الصاج ده بياخد معايا 2 كيلو من المكرونة. يعني كل ايه حد عارف ايه الصاج عنده ملتزماته ايه وبياخد ايه خلاص اهو. وهنزل عليها بقى ايه على طول على الكريمة على طول اهي. نزلت بيها على حسب ما تاخد معايا ايه الكمية، عشان ما تبقاش تقيلة اوي ولا خفيفة اوي، في المعقول والمظبوط اهي.
بفردها قدامكم اهي وقفلتها قدامكم. قولولي ايه رأيكم بقى فيها وفي طريقتها. خلاص يا قلبي اهو يا حبايبي، عملتها ايه وقفلتها بقى، وهنحط على وشها بقى ايه، استني بقى ايه التكة السرية اللي يخليها طالعة وشها جميل ومقرمش اهو. خليكي معانا للاخر اهيت يا قلبي اهي يا حبايبي. خلاص يلا بقى نصلي مع بعض على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهي عملتها معاكم اهي وبقفلها. خلاص الصوص بقى عمال ينزل فيها من تحت، بيبقى طعمها جميل بقى وهي نازلة كده اهيت. انا مش عايزة ايه ارغي معاكم كتير، او بوريكم الوصفة بتتعمل ازاي، سايباكم انتوا تتفرجوا وتحكموا وتقولوا ايه رأيكم فيها. وكان طعمها رهيب وجميل، والف هنا وشفا على اللي يعملها، والف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي. خلاص شايفين اهي انا بقفلها اهي معاكم وقفلتها خلاص. والصوص بقى نزل فيها من تحت كده وجميلة اهي. لو حتة ايه باينة ولا حاجة بكملها وبظبطها اهي وظبطتها معاكم في النهاية اهي. هنحط بقى ايه على وشها، شوف هنحط على وشها ايه في الاخر اهو يا حبايب قلبي. متنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك عشان نوصل لكم كل فيديو جديد مع ام احمد وانس. اهي كده هي خلصت خالص اهي. هنحط بقى على وشها زيتون اهي. خلصت معانا كده وقفلناها وهندخلها الفرن اهو. وهنحط على وشها بقى ايه بيضايه ومعلقتين لبن ومعلقه فلفل اسود عليهم، ونحطهم على وشها. حابه تحطي كده حبه حبه اللي يعجبك، بس انا بحب احط كده بيبقى شكلها جميل وطعمها جميل والوش بتاعها طالع جميل كده لونه ذهبي وجميل. وهتشوفونا معانا في الاخر شكلها هيبقى ايه. وحاطين على وشها الزيتونه اهي تاني. خلاص يا حبايب قلبي، خلاص يا بنات، شايفين الجمال ده والحلويات اهو. وادي البانيه تبلته اهو واغطيه. اول ما نيجي نقليه مثلا هنحطه شويه في التلاجة. خلاص وادي اهو حطينا شويه زيتون للرقاق. انا كنت عامله رقاق في البيت برضو، جبت حوالي كيلو دقيق وعملت صينيه الرقاق. انا بحب اعمل حاجتي بنفسي، تبقى حاجه ايه نضيفه كده وبيتي وجميله. وادي الرقاق اهو انا عاملاه معاكم وعملته قبل كده معاكم اهو. بصوا شكله جميل. وكان عندي حبه شوربه غليتهم حطيت فيهم معلقه سمنه او هعمله معاكم خطوه بخطوه. خلاص شايفين الجمال ده والحلويات وطري وجميل. برقاق لا يعلى عليه من ايد ام احمد. قولولي بقى ايه رايكم وتعليقاتكم الجميله دي اهو. هنعمل بقى ايه الرقاق، هنقفلها مع بعض هي على طول. حاجة كده لولادنا، نبسط ولادنا بأقل التكلفة وأقل ايه حاجة. هو عيد ميلاد ابني عملت له ايه أقل التكلفة وأقل حاجة كده. حاولت أكبر بخاطره يعني ايه، مش نحاول ايه نكسر بخاطرهم يعني. انا عملت لهم حاجة بسيطة كده وقلت له كل سنة وانت طيب يا حبيبي، حاجة بسيطة. وادي اهي المكرونة طلعت والرقاق طلع وبنقلي البانيه معاكم اهو وماشية معاكم خطوة بخطوة. وهو كل سنة وهو طيب حبيب قلبي أحمد، ويا رب يوفقه في أيامه اللي جاية ويطلع من الثانوية العامة دي على خير يا رب يا حبيبي، ويكرمك يا رب انت واللي زيك. خلاص ايه بعمل معاكم اهو بقلي البانيه اهو. ايه الحاجة بتطلع قدامكم. واعمل له برضو
حاجة برضو مع المكرونة والرقاق، اعمله برضو ايه صينية كنافة وصينية جلاش. خلاص يا حبايب قلبي، شايفين الجمال ده كله؟ مفيش تسلم ايديك يا ام احمد. اهو يا بنات، قولي بقى ايه رأيكم؟ ومفيش كل سنة وانت طيب يا احمد. خلاص يا قلبي، اهو خلصنا اهو، بخلص معاكم اهو. اهو يا حبيبي، اهو يا حبايب قلبي، ودخلنا بقى نعمل على الحلو معاكم. هنعمل ايه؟ ادي كريم جانتيه وادي لبن اهو. هنعمل ايه؟ الكاستر للكنافة، وهنعمل جلاش بالكاستر وكنافة بالكاستر. حاجة كده سهلة وحاجة حلوة ونفرحه كده. خلاص يا حبايب قلبي، وادي السيرب عاملاها هناك قدامكم اهو. وادي الكنافة، النور قطع عليا بقى اهو. حطيتها في الفريزر، جبتها من بالليل وحطيتها في الفريزر اهو. النور جه الحمد لله علينا. خلاص هنحط عليها كوباية سمنة. خلاص انا محطتش عليها سكر عشان هو ايه، الكاستر فيه سكر والعسل فيه سكر. خلاص عشان متبقاش معسلة اوي اهو يا حبايب قلبي. بعملها خلاص، لازم ايه تفركيها حلوة قوي. خلاص شايفين الجمال ده كله والحلويات؟ مفيش تسلم ايديك يا ام احمد على التعب ده كله والجمال ده كله اللي انت بتورولنا. خلاص اهو يا حبايب قلبي، اهي بنحطها في الصينية اهيت. وخلاص وهنعمل وراها بقى صينية الجلاش اهي. اهي اهي يا حبايبي، بعملها معاكم اهي. اهي خلاص، شايفين الجمال ده كله والحلويات كله ده عشان خاطر عيون احمد ابني. وكل سنة وهو طيب وسنة سعيدة عليه ان شاء الله، والايام الجاية تكون احسن عليه يا رب. ويوفقه ويوفق ولادنا يا رب الجميعين يا رب يا حبايب قلبي. خلاص اهو هنحط بقى عليها الكاستر، بس ما نضغطش قوي عشان الكاستر ما تطلعش مننا بره وتبهدل الدنيا. اي انا بحاول اظبط صينيه الكنافه معانا حلوه قوي اهوت يا حبايبي. خلاص اهوت قربنا نخلصها اهي. الحته الفاضيه بظبطها واحطها، وقلنا نعمل له اقل التكلفه وحاجه بسيطه كده ونفرحه ونبسطه اهو. خلاص هنحط عليها الكسر ان شاء الله اهي. حطينا عليها الكاستر وهنحط عليها بقى الرق التاني من الكنافة، بس ما نضغطش قوي. انا بضغط بس على ايدي ايه خفيف، يعني مش نضغط اللي هو نضغط جامد كده نطلع الكريمة بره كده مننا كاستر اهي. هنعمله بقى وراها صينية الجلاش برضو بالكاستر. هما رغبتهم كده وحابين مني كده ولادي. خلاص تعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم اهي. بصوا انا حطيتها اهو وبحاول ايه اضغط على ضعيف كده على خفيف. خلاص ايه، وندخلها الفرن بقى. ولازم ايه يكون العسل بارد وكنافة سخنة، عشان ايه الاتنين مع بعض سخنين ما ينفعش تبوظ مننا ايه. خلاص كده هي خلصت معانا وظبطناها ايه يا حبايبي. خلاص يا بنات، انتم مش باينين لي؟ مش شايفه اشتراكاتكم الجميله دي ولايكاتكم لي يا بنات؟ واكتبوا لي تعليقاتكم الجميله وقولوا لي بتتابعيني من اني بلد.
وحابة ايه استمتع بتعليقاتكم الجميلة دي يا بنات. خلاص، واشكر كل اللي بيساعدنا على التعليقات وبيفرحني بتعليقاتكم كده جميلة ديت. اهو يا حبايبي، خلاص خلصتها يا بنات. وايه هنخش بقى الفرن اهي، وهي طلعت اهي، وهنسقيها بالعسل اهي. هسقيها بالعسل قدامكم اهي. خلاص. وهنقطعها بقى ونحاول ايه نسيبها تهدى شويه، وبعد كده نقطعها عشان ايه الكاستر ما يطلعش مننا برضو على وش الكنافه وتبقى شكلها وحش. اهي خلصت. هنحط عليها العسل اهو اهي اهي. سقيناها بالعسل، واول ما طلعت العسل معايا بارد وهي اللي سخنه سقيناها على طول اهي اهي. ونقطعها بقى هي ايه تهدى شويه ونقطعها عشان تبقى ايه العسل يشرب كله من بعض اهي يا بنات. يلا يا بنات بقى قولولي ايه رأيكم في الفيديو الجميل دوت، وقولوا لي احمد ابني كل سنة وهو طيب. عملت له بقى ايه حاجة بسيطة كده، وهي بقطعها معاكم خلاص عشان العسل ينزل جوه وكله ايه يشرب من بعضه، السيرب بقى بتاعها يشرب من بعضه خلاص. انت بتقطعيها بالراحة قوي عشان الكسر ما يطلعش منك وتبوظ ويبقى شكلها ايه وحش. خلاص لو بقطعها معاكم يا بنات خلاص. وطلعت كنافة جميلة، والمكرونة كانت جميلة، والرقاق كان جميل. وجربوا الطريقة دي يا بنات، وألف هنا وشفا على اللي يجربها ويعملها على قلوبكم حبايب قلبي. وقولوا لي ايه رأيكم بقى اما تتفرجوا على الفيديو، واكتبوا لي وقولوا لي ايه رأيكم فيه. حابة تشاركوني وتقولوا لي من اني بلد. وبشكركم على تعليقاتكم الجميلة وتشجيعكم ليا. وعايزة بقى اشتراكاتكم الجميلة دي حبايب قلبي كده عشان القناة تكبر بيكم وتتفاعل بيكم حبايبنا. خلاص اهيت انا بقطعها، بحب اسويها كده واقطعها حتة حتة حلوة مع بعض. بحب اقطعها كلها زي بعضيها ايه. شايفين التقطيع بتاعي اهو يا حبايبي. خلاص قطعتها بقى. هنخش ايه هنخش بقى ايه نعمل ايه صينية الجلاش برضو بالكاستر اهو، حلو وفي حادق في نفس الوقت عشان خاطر عيون احمد. كل سنة وهو طيب احمد اهي. الجلاش بالكاستر انا عملته وجريت الفيديو بصراحة واختصرت الوقت عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم وتزهقوا مني تقولوا عليا ايه رغاية. خلاص يا حبايب قلبي، وادي الكنافة اهي اهو. خلصت له الفيديو بتاعه اهو. بس وادي بقى ايه شكل الفيديو في النهاية، وادي ايه سفرتي في الاخر اهي خلصت. وكل سنة وانت طيب يا احمد يا حبيب قلبي، ويا رب يكون ايامك اللي جاية احسن من اللي فاتت، ويكون سنة سعيدة عليك يا حبيبي، واشوفك دايما احسن حال. او قولوا لي ايه رايكم يا حبايبي. اهو يا حبايبي، وادي شكل الطبق في الاخر بتاعنا وسفرتنا في الاخر. مش بقى تسلم ايدك يا ام احمد، وشكرا على تعبك ده لينا اهو. وادي صينيه الجلاش بالحلو، وادي الكنافه، وادي صينيه المكرونه، وادي الرقاق بتاعنا اهوت اهو يا حبايب قلبي اهو. وادي البانيه اللي طوم معاكم في الطبق اهو. انا سيبني بقى قاعد مشاركني ويلا يا ماما يلا يا ماما، اقول له حاضر. بصوا يلا يا ماما، دي عماله تنكش وانا ازعق له اهو شايفين
شايفين بيجي من ورايا والله، انا شفته في الفيديو اهو. شايفين الجمال ده والحلويات دي. وادي سفرتي في الاخر اهي خلصت. وانا بقول لكم ما تنسوش الاشتراك واللايك اهو. اهو يا حبايب قلبي اهو، بيقول لكم حطوا اللايك حطوا اللايك. وقاعد لي بيقول لي خلصي بقى يا ماما انا جوعت. وهم بره قاعدين جعانين وانا ايه شغاله عماله ايه مذنباهم شويه. خلاص ادي اهو شكل الطبق في الاخر اهو. واعملي بقلب جامد اهو. خلصت بقى في النهايه. وادي ده شكله في النهايه. خلصنا بقى الحمد لله، وجبرت وقضت وعلى خير الحمد لله. وعقبال كل سنة يا أحمد معيش واعمل لك. خلاص يا حبايبي اهو خلصنا اهو. وصورت لكم اهو في الاخر. وهم بره بقى ايه يلا 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 جعانين، وانا ايه مزنباهم وعماله اصور اهو بقى. وانا مستنيه بقى منكم اشتراكاتكم الجميله دي اهو. ادي صينيه المكرونه دي، جربوها بالطريقه دي بقى. ما تنسوش تحطوا البيض على اللبن على الوش، طلعت طريقه تحفه قوي قوي وطعم تاني وتيست تاني. وجربوها تعجبكم قوي والله اقسم بالله. ودي انا خلصنا اهو اهو ايه و- وعايزه ايه تقولوا لي ايه رايكم. خلاص يا حبايب قلبي مستنيه منكم تعليقاتكم الجميله اهي. وإذا خلاص شكل الحاجة بقى في النهاية ما قدرتش اقطع بصراحة. انا حطيت كده وصورت كده وقطعت بعد كده بقى بصراحة. وادي شكل الحاجة في وادي شكل الحاجة في النهاية. ومع السلامة.